سلامتي للجميع. اليوم بدي أدلكم كيف تعملوا فخ فعال جدا للقضاء على البعوض أو الناموس. بيلزمكم قنينة مشروبات غازية مثل هيدي، بتقصوا طرفها الأعلى بهالشكل هيدا، تفتحوا الغطا وبتحطوا الطرف اللي قسيتوه بالمقلوب بهالشكل هيدا، وبتلزقوه داير من دار بشريط لاصق. تمام بهالطريقة. بعدين بتفتروا كوب من المي، بتضيفوا له 3 ملاعق طاولة من السكر، وملعقة شاي من الخميرة. بتحركوا جيدا. السكر المفروض تحركوه جيدا، الخميرة فيكم تحطوها بدون ما تحركوها، هي حتتفاعل. وبتصبوا المزيج بالفخ، وبتحطوه بالمكان المتواجد فيه البعوض. الخميرة حتتفاعل مع السكر والمي الفاترة، وتصدر غاز الكربون دايوكسيد اللي بيجذب البعوض مثل المغناطيس. مثل ما شايفين هون لازم يكون في تقريبا سنتيمتر بين فوهة القنينة والسائل حتى يقدر البعوض يدخل. وحتلاحظوا انه الكربون دايوكسيد مثل ما قلت حيجذب البعوض مثل المغناطيس، وحتلاحظوا انه البعوض حيترك كل شيء بالمكان ويتوجه للفخ ويدخل فوهة القنينة بلا رجعة، لانه الفخ مصمم بشكل يحتجز البعوض، ومهما حاولوا الخروج حينتهي الامر انهم يلمسوا المي وتتبلل اجنحتهم وتضعف كواهم. ويحبذ تغليف الفخ بغطاء اسود مثل هيدا بهالشكل. اكيد بيكون على طول القنينة او بكيس نايلون، لانه اللون الاسود بيجذب البعوض. وبالاضافة للفخ عندي عدة نصائح لمنع جذب البعوض للبيت. اعزلوا النفايات اللي بتجذب البعوض مثل الموز، البطيخ، الشمام، وكل شيء ممكن يعمل روائح. بتعزلوه بأكياس من النايلون قبل وضعهم بسلة المهملات. اتفادوا فتح الشبابيك عند اقتراب الليل، لأنه هالفترة بيدخل فيها البعوض المنزل أكثر من الصباح. جهزوا الشبابيك بمناخل لمنعهم من الدخول. إذا كنتوا في الخارج تفادوا وضع عطور على أجسامكم. أبدا ما تحطوا عطور لما تكونوا قاعدين على الشرفة وسهرانين، لأنه البعوض بيحب العطور. كمان لازم تتفادوا تلبسوا الألوان التالية: الأسود والأزرق والأحمر، لأنها بتجذبهم بقوة، خاصة لما تنبعث منها حرارة الجسد. بعض المزروعات فعالة لأبعاد البعوض مثل الثوم والنعنع، فزرعوا منها حول البيت وتخلصوا من أي رطوبة بالجنينة. قصوا دايما العشب، لأنه لما يكون طويل بيصير ملائم ليبيضوا فيه ويتكاثروا. إذا كان في بقرب المنزل واحة كبيرة من المي أو مستنقع ومش قادرين تتحكموا بالوضع، حطوا بضعة كرات من النفتالين أو رشوا كمية ملح مع القليل من الثوم المجفف. الملوحة بتخلي المي غير صالحة للتبايض والتكاثر، والثوم منفر، وهالحل أفضل من النفتالين لأنه ما بيأذي العصافير أو المخلوقات الأخرى اللي ممكن تشرب منها المياه. ولأبعاد البعوض عن أجسامكم ارتدوا ملابس صفراء اللون، لأنه اللون الأصفر بيهرب البعوض
وإذا كنتوا زارعين بندورة أو نعناع فركوا أوراقها على أجسامكم. فيكم تفرموا بصلة وتحطوها بصحن بجانبكم، رائحة البصل منفرة للبعوض وحتبعدهم عنكم. الزيوت اللي بقشور الحامض أو الليمون كمان فعالة لو فركناها على الجلد. وبالليل استخدموا إضاءة صفراء لإنارة الشرفة مداخل الأبواب، فهي فعالة جدا لإبعاد البعوض ومنعهم من دخول البيت عند فتح الأبواب. وأخيرا في حل بسيط، إذا بدكم تناموا بدون بعوض شغلوا مروحة بالغرفة، فالهواء القوي اللي حينبعث منها حيبعدهم عنكم. بتمنى تكونوا استفدتوا من هالمعلومات. للمزيد من حلقات اضغطوا على الرابط أسفل هالحلقة أو فتشوا في اليوتيوب تحت إيها بلانيت كلمة وحدة. ما تنسوا الاشتراك. إلى اللقاء.